السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ الكرم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم بقى الفطير المشلتت او الفطير الصعيدي او الفطير الفلاحي. تحفة ما شاء الله. لو اول مرة تعمليه ان شاء الله هتبقي استاذة بعد الفيديو ده. كل اللي عملوا بالطريقة بتاعتي ديت يعني شكروا فيه جدا. حتى لو انت من اول مرة هتعمليه هيطلع بالتحفة ده ما شاء الله، طري جدا ومورق وحاجة كده، يعني من الاخر بجد تحفة جدا. كمان التوريقة بتاعته بطريقة سهلة جدا، يعني طريقة ممكن تكوني ما شفتهاش قبل كده. الطريقة دي سهلة جدا وبعملها بقالي فترة جامدة جدا. سهلة ومش هتاخد معاكي اي وقت. وبصي بتبقي ضامنة كمان التوريقة بتاعتها بتبقى خطيرة. بس يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. بصوا بقى طري جدا ومورق قوي، يعني مورق ما شاء الله. يعني انا كنت بوريه لكم كده كان لسه طالع من الفرن سخن، يعني كان كده سخن. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. لو عايزة تعرفي بقى الطريقة ازاي ووصفتي تابعيني في الفيديو، ما تنسينيش اللايك والاشتراك. نسمي كده بسم الله. اول حاجة انا معايا كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق، مش هقولك بقى لازم اكياس او نوع معين، لا انا طول عمري بعمله باي نوع دقيق بيطلع زي الفل. انا هنا استخدمت كيلو دقيق مع نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الملح مع معلقة كبيرة ونص من السكر. المقدار ده مظبوط جدا، سواء هتاكليه بقى بعسل او بجبنة مظبوط جدا ما شاء الله. هنقلبهم بقى كده كويس جدا. برضو انا اللي الدقيق ما عوزتش ان انا ادخله ولا حاجة، انا مش هعمل كيكة يعني. هحط بقى، انا جايبه ازازه ميه عشان اوريكم. انا عارفه مقدار الكيلو بياخد كام، بس انا معاكم واحده واحده عشان لو اول مره بتعملي الفطير يطلع ممتاز معاكي. انا دلوقتي حطيت كوبايتين الا الحبه الصغيرين دول. ونقلب بس الدقيق كده نداريه شويه. بصوا عايز ميه تاني زي ما قلت لكم، انا واحده واحده معاكم كده. يبقى انا كده استخدمت كوبايتين بس من الميه. وابدا برضو ان انا الم العجينه بتاعتي كده. ويا ريت الطبق يبقى واسع كده عشان ايه، تعرفي ان انتي تتحكمي في الدقيق كويس. عندي دي الكوبايه التالتة، انا مش هاخدها كلها، يعني هاخد كده حوالي نص ساعه بس، نص ساعه ازيد من نص ساعه. يبقى انت كده هتستخدمي كوبايتين ونص من الميه. عوزتي حبه كمان هيبقى 3 كوبايات الا ربع من الميه. هقعد ادعك فيهم بقى داري الدقيق. اهم حاجه في الفطير المشلتت عشان يطلع ممتاز معاكي لازم شايفين العجينه طريه ما شاء الله، بجد تحفه جدا وكمان ناعمه معاكي. هنقعد كده بالبوكس نديها بالبوكس على طول كده لحد ما تبقى بالقوام ده. شايفين ما شاء الله. بصي هتحطي ايدك فيها كده كده سهلة خالص اهو. يبقى انا هجيب كيلو دقيق مع نص معلقة صغيرة من الملح مع معلقة ونص من السكر مع 3 كوبايات مية الا ربع. مية يا ريت تبقى دافية شوية، هتساعدك على ان انتي تطلع ملمسها ناعم كده، دافية مش سخنة. بس كده وهسيبها بقى 10 دقايق كده ترتاح، واروح مكوراها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيلو هيجيلي 3 فطاير كبار. بعد ما بكوره بدهن وشها برشة من الزيت. 3 كور كبار بالحجم ده، وباقي الفطيرة كلها هعملها بالحجم الصغير كده. واعدهم بقى كلهم واقسمهم على 3. يعني هعين ال3 كور الكبار اللي انا عملتهم واروح عدى الباقي كله واقسمه على 3. انا عندي طلع 30 كورة صغيرة، يبقى كل فطيرة 10 كور غير الفطيرة اللي هي الكبيرة شوية، الكورة الكبيرة. هاخد بقى الكورة الكبيرة كده، هحط في الصينية بتاعتي، هحط فيها كمية حلوة كده من الزبدة. عندك بقى زبدة او سمنة، شوفي انت هتعمليه بايه. هفردها بقى كده في الصينية كلها، وهاخد كل واحدة من ال10 هعملها بالطريقة دي. انا هفردها كده، العجينة ما شاء الله جميلة. انا هنا بس صوابعي بتغرس فيها مش اكتر، لكن لو هتيجي تفرديها كده هتطلع. بصوا اهي بتفرد اهي جميلة وما شاء الله. بس انا عشان بعملها بصوابعي مش فارقة معايا، لاني انا ضامنة ان شاء الله ان هي هتيجي ممتازة جدا بالطريقة دي.
هتفرديها كده بايديكي ولا نشابه ولا اي حاجه، وتروحي حطاه. بس اهم حاجه ما بين واحده وواحده، بصوا بحط الزبده واقلبها تاني واروح حاطه الزبده من الناحيه التانية، يعني ما بين كل واحده والتانية زبده تكون فيها الزبده. انا عامله هنا يعني في ناس بقى بتحبوا اللي غرقان زبده وكده هتكتري شويه، لكن عاملاه معقول كده اللي هو يعني ما يجزعش نفسك من كتر السمنه، ما يبقاش تقيل قوي. عملت 3 فطاير بحوالي 200 جرام من الزبده مع 3 معالق من الزيت، يعني ما كملوش حتى الربع كيلو زبده معايا، هو 200 جرام من الزبده مع 3 معالق من الايه الزيت. تقدر ان انت تعمليها بزبده بس، زي ما قلت لكم المقدار ده ممتاز جدا. هفرد كده كله واروح حطاه على ايه، على بعض كده، على اول فطيره انا عملتها. هتلاقيها سهله جدا، ولا هتفردي بقى ولا محتاجه ان انت تفرديها على صينيه كبيره او طبليه ولا الحاجات دي خالص. يا ريت بقى لو لسه متابعيني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. بجد جربي، هاتي كده كيلو دقيق وتروحي ايه عاملاه 3 فطاير هيبقوا ممتازين. هنلمها زي ما انتوا شفتوها كده في الصوره، وهسيبها بقى، اسيبها مثلا حوالي ربع ساعة نص ساعة. حتى لو عملتيه من الصبح مثلا وعايزة تاكليه على الغدا تسويه وقت الغدا سخن كده عادي، مفيش مشكلة. كل ما بيريح كل ما بيبقى ممتاز. هعمل كده بقى ال3 فطاير بالطريقة دي، وسبتهم ركنتهم حوالي ساعة كده. تقدري انت تشتغلي فيهم من بعد ربع ساعة، تقدري ان انت تفرديهم وتدخليهم الفرن. بفردهم بقى كده هتلاقيه بيتفرد معاكي بكل سهولة. هنروح بس حاطين على وشه كده معلقه زبده كده او معلقتين زي ما انت شايفه، يعني بعمل بايدي واروح ايه فردها بيها، عشان لما تيجي تتحمر بقى تبقى وشها كده حلو وتلاقيها ايه طريه معاكي وجميله ومورقه. يا ريت بقى تجربيه فعلا بجد، يعني انت لو عملتيه الكل هيشكر فيه. لازم الفطير بقى لازم الفرن يكون سخن جدا، وبننزله في الرف اللي من تحت، اللي هو من البلاطة من تحت زي ما بنقول كده، من تحت خالص. هنزله في الفرن، هتدخله كده في الفرن، وبعد كده مجرد ما يتحمر من تحت هروح فاتحة عليه الشواية. الوش ما يتحمرش قوي عشان ما ينشفش منه، وهو تاخدي بالك ما بياخدش 10 دقايق عشان ما يحمرش معاكي من تحت. اول بقى ما يطلع عشان يبقى طري معاكي لازم هترشيله معلقه زبده بسيطه كده، وتروحي مغطياه، تغطيه بقى بكيس، تغطيه بغطا، تغطيه بظهر صينيه كده. المهم يتغطى فورا عشان يبقى طري معاكي. ما تنسينيش بقى في اللايك